السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. شايفين الجمال؟ النهاردة هنعمل الفسيخ من أول ما تشتريه لحد ما تقدميه على السفرة بطريقة سهلة وبسيطة. بس يعتمد الجمال ده كله على الطريقة أساسا إن انت تشتري البوري وتعرفي ازاي تفرقي عنه عن الأنواع السمك التانية، ازاي طريقة الغسيل بتاعه وازاي التخليل بتاعه بأسهل طريقة تقدري تعملي الفسيخ في البيت. يلا بقى نبتدي ونشوف احنا عملنا ايه. أول حاجة سمكة البوري بتبقى عريضة من الراس من فوق، عريضة البطن بتاعتها، عريضة العين بتاعتها بتبقى لمعة، والزعانف بتاعتها والديل بيبقى لونه اسود، عامل بره اسود. طب ازاي نغسله؟ البوري بس في ميه نضيفه كده هتشطفيه وتفتحيه من عند الخياشيم كده، حطي ايدك كده ما بين الخياشيمتين الاتنين يعني بصي حركيه في الميه كده جامد كده، هينزل كل حاجه في الخياشيم بتاعته. تغسليها كويس جدا من بره كده، وكذلك خلصنا الكميه كلها. يبقى البوري بتاعنا بيكون عريض كده من عند البطن، عريض من عند الظهر، العين بتاعته لمعه، إيه السمار بتاعه بتاعت الزعانف. بعد كده خلصت الكميه كلها اللي معايا. جيبي بقى صينيه عندك تكون ناشفه ما فيهاش اي حاجه، حوالي بس كده 10 دقايق او حاجه. حطي السمك على سيفه بالشكل ده كده بالظبط، 10 دقايق بس يعني. وفي الهوا كده، انا حطيته في الهوا كده نشف شويه كمان معايا. بعد كده ما خلصت المرحله ديت، هجيب عندي اي جردل بلاستيكه، اي حاجه عندك تكون ليها سور كده، وحطي البوري بتاعك كده كله على بقه، سيبيه على بقه كده ينزل كل السوائل اللي فيه. فهمتوني؟ سهل جدا، ما فيهوش اي خزعبلات ولا طرق كتيره، ولا ان هو يعني الموضوع صعب قوي ان انا اخلي الفسيخ عشان يطلع معاكي حلو بيعتمد على نوع السمكه اللي انت جايباها اساسا يعني. بعد كده خلصت اللي حطيته كله مع بعض، ينزل بقى ويصفي. انا كده بعد بالليل يعني، انا كده حطيته من الصبح بدري، ومن بالليل بقى رحت جايه خلاص شايلاه، كان هو كمان نشف، نزل السوائل الميه بتاعته اللي فيها. فخلاص نزلت بقى، هحط ملح وكركم وشطه، مش هحط حاجه تانية. حتى كمان في بيحطوا زيت، ما بفضلش ان انا احط زيت. السمكه ما شاء الله جميله، هتنزل السمنه بتاعتها، مش محتاجه حاجه. وما تحطيش شطه كتير لو مش عايزاه حامي عشان ما يبقاش حامي. بس كده، حطينا ملح وعليها كركم، وهنقلب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. وتاخدي بقى البوري بتاعك، ابتدي ان انت لو في حسيتي لسه في ميه اي حاجه من بره، نشفيه كويس جدا، مش عايزين فيه نقطه ميه خالص. بعد كده هتاخدي البوري بتاعك، هو مقفول البوري ما بيتفتحش، اللي بيتعمل فسيخ ما بيتفتحش خالص. هاتي البوري بتاعك ومن الخياشيم بتاعتك حطي فيها الملح بالشطه بالكمون، بس كده. بس اتفسي بقى فيها كده، وعند البق كمان دخلي فيها من جوه. وخلاص على كده، مش عايزين حاجه تانية. وخلصت الكميه كلها على نفس الطريقه من عند الخياشيم. يبقى انا هخلص الكميه كلها الاول. من لك واحده تانية، هاتي كده الخلطه اللي احنا عملناها، حطيها في الخياشيم كده ودخلي فيها لما تملى كلها. وخدت بعد كده بقى في الصينيه بتاعتي، حطيت تاني بقى شويه كميه. هعمل ايه؟ همشيها بس كده عليها، اغلفها بس كده، مش ان انا بغطسها في الملح، لا، همشيها بس كده عليها وخلاص. طبعا بقى طريقه الحفظ بتاعتنا في البيت مختلفه شويه طبعا عند المحلات. افضل طريقه ان احنا نخلي الفسيخ بتاعتنا في قوالب جرادل، او يعني مكان خشب، يكون جردل خشب كبير. ما عندناش احنا في البيت ده، نبعد شوية ان احنا نخلي للفسيخ في بلاستيك. المهم جبت بقى اكياس، وتحطي السمكة جنب الديل، الراس جنب الديل والراس جنب الديل عكس بعض. يعني لو مثلا حطيتي سمكتين 3، يبقى راس جنب ديل وراس جنب ديل، مش ايه جنب بعض. بعد كده انا هنا قسمت الفسيخ بتاعي على كيلوات على طول، عشان ابقى عارفة المقدار بتاعي بس كده. وتقفلي كويس جدا على الكياس ديت ان هي ما يدخلهاش اي ريحة، يعني الهوا ده نهائي. حطي بقى 15 كيس 10 اكياس مش مهم، المهم ان الفسيخ ده ما يجيلهوش ريحة، ما يدخلهوش هوا خالص. بعد كده خدي الفسيخ ده في مكان بعيد عن المية وعن اي حاجة، وحطيه من 13 ل 15 يوم كده. وليه كمان اسبوعين، بعد اسبوعين تفتحي على الجمال ده، هيبقى معاكي زبدة حمرا كده. وطبعا للتقديم بتاعنا بيكون زيت وليمون، والليمون ساعة الاكل، وبتحفظيه في زيت. وخلص على كده الفسيخ بتاعنا سهل وسريع. وكل سنة وانتم طيبين.